السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله نهارك بكل خير. معي أنا خديجة برهان في برنامجك أنا وأنتي. السعادة مطلب عند كل الناس. كل الناس في الدنيا أو أي إنسان في الدنيا يتمنى يشعر بالسعادة، وتقريبا نحنا أو إذا نبغى نقدر نقول إن احنا في أغلب الوقت دائما نبحث عن السعادة. نبحث عن السعادة من خلال العلاقات الاجتماعية، نبحث عن السعادة من خلال الأعمال اللي احنا نسويها، نبحث عن السعادة من خلال الارتباط بالأشخاص اللي احنا نحبهم، أو نبحث عن السعادة مع أولادنا والنجاحات اللي يحققوها في الحياة. أنا وإنتي دائما زينا زي كل الناس ندور على السعادة، لكن كم مرة وقفنا وتساءلنا إيش معنى السعادة؟ فين أدور على السعادة؟ فين أحصلها؟ كيف أحصلها؟ وليش أنا أكون بعض الأحيان سعيدة وبعض الأحيان ماني سعيدة؟ وليش فلانة من الناس هي سعيدة دائما زي ما أنا أشوف يعني، وفلانة من الناس هي إنسانة غير سعيدة؟ كيف أوصف الناس بهذا الصفة أو بهذا الوصف لحالتهم المزاجية، أو كيف أوصف نفسي بهذا الشكل؟ أول شيء لازم نعرف أنه السعادة هي شعور. طيب، شعور يأتي من الداخل. أنا أقدر أوصف السعادة في لحظة معينة، إذا كنت يعني فرحانة، أو صار حدث معين، أو وصلت لهدف معين، أو جاني خبر معين، أو قدرت أني أنا أنجز شيء معين. ونفس الشيء أنت كمان ممكن تشعري بالسعادة إذا والله أحد جاب لك هدية، أو ولدك نجح، أو أحد غائب عنك وتحبيه جاء من السفر. هذه هي السعادة، شعور فقط يعني، لكن ما هو شيء ملموس. وعشان كده احنا دائما نحب هذا الشعور ونحب تواجده في حياتنا. ودائما نتساءل نحن كيف أشعر بالسعادة، كيف أشعر بالسعادة، أو أنا ماني سعيدة. السعادة هي في الحقيقة شعور من الداخل فقط، يعني ما يجي من برا. كل الناس وأنا وإنتي منهم ندور على السعادة خارج أنفسنا، والسعادة في الحقيقة هي في داخل أنفسنا. ممكن كلام شوية نظري يعني، لكن هذه هي الحقيقة. كل المشاعر تأتي من الداخل، ما تيجي من الخارج. أنا اليوم إذا أبغى أشعر بالسعادة لازم أبحث عنها في داخلي، لازم أبحث عنها في أعماقي، لازم أبحث عنها في نفسي. مو زي ما هو واقع الآن إن إحنا جالسين ندور على السعادة برا. أشتري أثاث جديد في بيتي أشعر بالسعادة، فأفكر إنه أنا لأني اشتريت عفش جديد أنا يعني هذه السعادة حقتي. لكن ما يستمر هذا الشعور وقت طويل جدا، بدليل إنه أنا العفش موجود خلاص حيقعد سنة سنتين. طب ليش الشعور يتلاشى؟ ليش يختفي إذا كان هو ده العفش هو اللي جاب السعادة؟ فأبدأ أدور دائما عن السعادة في الخارج. كثير مننا إحنا النساء نميل مثلا إحنا نروح نسوي تسوق، أو زي ما يسموه في الواقع الحالي أو اللفظ الحديث شوبينج. فنروح نسوق، نشتري ملابس، نشتري عطورات، نشتري مكياج، نشتري ونشعر بالسعادة. وهذا الشعور السعادة هو اللي يخلينا دائما نستمر في حالة الشراء، لأنه هو هذا الشراء اللي يجلب لنا السعادة. في غيرنا مثلا يحب يطبخ ويأكل، فيأكل يأكل 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 شيء كثير جدا ويتلذذ بالأكل، ويقول هذا الأكل هو اللي يجيب السعادة. والحقيقة أنه الأكل ما يجيب السعادة، ولا الشوبينج ولا التسوق يجيب السعادة، ولا الأثاث الجديد يجيب السعادة. وبعضنا يقول لو أسافر المكان الفلاني راح أكون سعيد، ولو أسوي الشيء الفلاني راح أكون سعيد، ولو أدرس التخصص العلاني راح أكون سعيد. كلنا عندنا هذا الكلام، أكيد كل يوم نحن نسمع هذا الكلام. أنا وإنتي اليوم نسمع هذا الكلام من أولادنا وبناتنا، ونسمع من كل الناس من حولنا. أنا لو صار هذا الشيء راح أكون سعيدة، لو فلان هذا اختفى من حياتي راح أكون سعيدة، لو اشتريت الشيء الفلاني راح أكون سعيدة، لو سويت الشيء العلاني راح أكون سعيدة. وهذا دليل إن إحنا جالسين ندور على السعادة في مكان غلط، في المكان خارج أنفسنا. السعادة الشعور، والشعور هذا الواحد ما يدور عليه برا، لأنه شيء غير ملموس. الشعور هذا إحساس فقط، وهذا الإحساس اليوم أنا لازم أدور عليه في داخلي. لازم أعرف أنا إيش الأشياء
اللي لما أسويها تجلب لي السعادة، أو الأشياء التي لما أمارسها تسبب لي أو تتسبب عندي بحالة السعادة حتى أستمر في ممارستها. بس ممارستها بأي شكل لازم يكون ممارستها بطريقة صحيحة وفهم عميق جدا، لأنه بعض الأحيان ممكن تمارسي تمارين رياضية وتكوني سعيدة، لكن بعد فترة مع هذه التمارين تسبب لك السعادة. لازم أفهم أنه السعادة من عندي أنا وجهة نظري في الحياة إيش هي وكيف أنظر للأشياء، هو هذا اللي يجيب لي السعادة. طيب إذا معناها اليوم اتفقنا أنا وإنتي إن إحنا السعادة هذه في داخلنا. طيب كيف أعرف أو فين أدور عليها في داخلي؟ في أي مكان في داخلي أدور عليها؟ السعادة تأتي من الرضا فقط. حالة الرضا اللي أنا أعيشها هي اللي تجلب لي السعادة. حالة الرضا هذه إيش معناها؟ حالة الرضا هذه معناها أني أنا أتقبل الحياة زي ما هي، مو أستسلم لها، أتقبلها زي ما هي، أعيش الحياة كما أعطاني إياها الله سبحانه وتعالى، أتقبل الواقع زي ما هو، أتقبل نفسي زي ما أنا، ما أجلس أقارن نفسي بالآخرين، ما أجلس أقارن أولادي بالآخرين، ما أجلس أقارن زوجي بالآخرين، ما أجلس أقارن حياتي أنا بحياة الآخرين، ما أروح أقارن إمكانياتي أنا بإمكانيات الآخرين. لما أتوقف عن عملية المقارنة أنا أقدر أوصل لحالة الرضا. حالة الرضا هذه اللي أوصل لها راح تؤدي بي إلى الوصول لحالة الطمأنينة. الطمأنينة أنه اللي عندي هذا هو يناسبني، هو على مقاسي، هو على مقاس قلبي، على مقاس مشاعري، على مقاس قدرتي على التعامل معه. لما أشعر بالطمأنينة والسكينة والهدوء هذا راح أشعر أنا بالسعادة. راح أبدأ أشعر بالسعادة كيف؟ لأني راح أنظر للجمال في وسط كل الأشياء اللي عندي. راح أدور عن الأشياء الحلوة مع الأشياء اللي أنا أمتلكها. أنا عندي والله بيت صغير، عفشي قليل، راح أشوف الجمال والمميزات في البيت الصغير هذا. راح أقول الحمد لله والله بيتي صغير، على الأقل ما راح أتعب وأنا أنظفه، على الأقل ما راح أتغلب وأنا أعتني فيه. عفشي قليل، حقول الحمد لله عندي مساحات إضافية في البيت، بدل ما يكون البيت متكدس عفش حيكون عندي السهولة في التعامل مع هذه الأشياء. وإذا حبيت بعد كده أضيف شيء مثلا أقدر أضيف لأنه عندي مساحة بهذا الشكل. ولما أشوف أنا أولادي عندهم أشياء معينة راح أدور على الأشياء الحلوة في شخصيتهم. ممكن أشوف ولدي أقول الله ما شاء الله ولدي دمه خفيف. طيب ما راح أقول والله هو مثلا ما يعرف، لا راح أقول دمه خفيف، بسيط، يأخذ الحياة ببساطة، مجتهد في هذا الجانب، يحب هذه الأشياء، عنده هذه الهوايات، الحمد لله ولدي بصحته كويسة. حبدأ أدور على هذه الأشياء وأشوف الرضا من خلالها. ولما أشعر بالرضا من هذه الأشياء راح أشعر بالسعادة. لما أشوف زوجي راح أشوف في المميزات، راح أقول الحمد لله رب العالمين، على الأقل أنا متزوجة غيري ما هو متزوج. وإذا عندي أبناء راح أقول الحمد لله أنا عندي أبناء غيري ما عنده أبناء، متزوج وما عنده أبناء. لما يكون وظيفة زوجي يعني مالها قليل أو راتبها قليل أقول الحمد لله، ولا أنه قاعد في البيت أحسن يشتغل. وإذا راتبه قليل حقول الحمد لله راتبه قليل أحسن من أنه يكون منقطع أو ما عنده راتب ما عنده دخل. أشوف دائما الشيء الأفضل، أقارنه بالشيء الأسوأ عشان أقدر أوصل لحالة الرضا. ولما أوصل لحالة الرضا راح أكون أنا مستعدة ساعتها للشعور بالسعادة والقناعة باللي عندي. أكيد أنا وإنتي شفنا هذا الشيء في حياتنا، أنا ما قاعدة أتكلم عن شيء ما عشناه. أكيد شفنا أمهاتنا، جداتنا، أقاربنا، كل الجيل الأول كان عندهم حالة من الرضا والهدوء والسلام والطمأنينة. كلهم كان عندهم حالة القبول. كنا نروح نزور الناس في بيوتها، نلاقي بيوتهم أقل من بيوتنا نحن بكثير جدا، لكن نقول سبحان الله أدخل بيتهم أشعر بالراحة، أشعر بالطمأنينة، أشعر بالسعادة. لأن أنت لما تدخلي هذا البيت أنت بتشعري بالرضا، رضا أصحاب البيت تشعري فيه، فهذا الرضا ينعكس عليك أنت بالشعور بالطمأنينة والراحة فيه، وهو ينعكس عليهم بالشعور بالسعادة. هذه هي السعادة اللي احنا نبغاها ودائما نحن حريصين نحن نحصل عليها. طبعا نحن في هذا الواقع الحديث مع الأسف الشديد تخبطنا في هذا الأمر، لأنه صار في مغريات كثيرة جدا وانفتحت أبواب كثيرة جدا، وصار في تعريف كبير جدا واسع للسعادة. فصار التعريف ذا يعني مربك بالنسبة لنا، خاصة أنه أنا وإنتي اليوم مسلمات، وبصفتنا مسلمات عندنا طريقة مختلفة للنظر في السعادة. في الإسلام في بعد آخر للنظر للسعادة. السعادة ليست في تملك الأشياء،
وحتى في القرآن الكريم اليوم لما أنت تقرأ القرآن الكريم راح تلاقي أن لفظ السعادة في المكان الوحيد الذي ذكر فيه هو في الآخرة فقط. طيب هل هذا معناه أنه في الدنيا ما في سعادة؟ في سعادة، لكن مو بهذا الاسم. في حالة الرضا، في حالة القبول، في حالة الشكر الله سبحانه وتعالى على كل حال، في حالة أنه القناعة كنز لا يفنى، في هذا الشيء. لكن السعادة اللي أنا وإنت اليوم ندور عليها الحقيقية بصفتنا مسلمين هي موجودة في الآخرة فقط. طيب هل أنا اليوم بصفتي مسلمة ما أقدر أفكر بهذه الطريقة مثلا في السعادة في أمور الدنيا؟ لا طبعا، لازم أساسا تفكري في السعادة بمفهوم أهل الدنيا وبمفهوم الدنيا أساسا. لكن كيف انتبه لهذا الموضوع؟ لازم أبدأ أنتبه أنه أنا لما أفكر في السعادة لازم أربط السعادة التي أبحث عنها برضا الله سبحانه وتعالى. يعني حالة القبول اللي أنا أتكلم عنها اليوم وحاول أني أنا أتناقش فيها معاكي وحاول أني أنا أوضح لك إياها، هي القصد منها أني أنا أبذل جهدي في الشيء الذي أمامي أو في حياتي، لكن لو جات النتائج خلاف ما أتمنى فأنا أقبلها وأقول قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على قضاء الله سبحانه وتعالى. إذا أنا بذلت جهدي أن أنا أعيش حياة كريمة وأني أنا حصل الوظيفة المناسبة لكن ما قدرت بأي شكل من الأشكال، ما حصلت، أجلس مثلا زعلانة ومتنكدة وأجلس أتذمر مثلا وأقول ليش أنا وإيش معنى فلان وإيش معنى علان، ولا أقول الحمد لله رب العالمين هذه قسمة الله سبحانه وتعالى. معناها أن أنا لما أقول اليوم الحمد لله رب العالمين والحمد لله على العافية والستر، هنا أنا ربطت التسليم هذا بالله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى رح ينزل الرضا والقبول في نفسي، ولما ينزل هذا الرضا والقبول في نفسي معناها أني أنا رح أشعر بالسعادة، رح أشعر أن أنا مكتفية وأن اللي عندي هذا يكفيني وبزيادة. معناها رح أكون أنا مع الناس إنسانة متفائلة جدا، إنسانة دائما أنظر للجانب المشرق من الحياة، دائما أشوف الحلول ما أشوف المشاكل والعقبات. دائما حيكون منهجي هو منهج المبشر وليس المنفر. خلينا أتوقف معاكي هنا شوية وأطلع معاكي فاصل قصير، لا تروحي معايا بعيد، خلينا نكمل كلامنا ودردشتنا عن السعادة حتى نعرف اليوم فين ندور على السعادة وكيف نحقق السعادة الحقيقية كما أمر الله سبحانه وتعالى فيه. رجعنا بعد الفاصل نكمل كلامنا الجميل والرائع جدا عن السعادة اللي أنا وإنتي اليوم ندور عليها. إذا كنا وقفنا في موضوع السعادة لما أمر الله سبحانه وتعالى في موضوع السعادة أو كيف نحن نفكر في السعادة من خلال وجهة نظر الإسلام. نحن قلنا أن السعادة الحقيقية في الحياة الدنيا هي بصفتنا نحن مسلمين مربوطة بديننا وعقيدتنا. يعني سعادتي الحقيقية هي مربوطة برضا الله سبحانه وتعالى، وكل سعادة هي في الدنيا لازم تكون مربوطة برضا الله سبحانه وتعالى حتى أني أنا أشعر فيها. الله سبحانه وتعالى إيش قال في القرآن الكريم؟ قال في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يعني كل إنسان ذكر وأنثى مسلم لما يعمل عمل صالح، يعني العمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى بالكيفية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل له أن يحييه حياة طيبة. والحياة الطيبة هذه يعني فسرت أنه في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا راح ينزل الطمأنينة والسعادة والقبول على قلبه، وراح يكون هذا الإنسان راح يشعر بالسعادة والراحة والرضا، وحالة الرضا هذه راح تكون مستمرة جدا عنده، وهذا راح ينعكس عليه أنه بعد كده دائما حيربط كل أعماله بالله سبحانه وتعالى، ففي الآخرة هو ربحان، هو في الدنيا ربحان وفي الآخرة ربحان. قال الله سبحانه وتعالى: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هذا أكبر دلالة على أنه إحنا في الدنيا مأمورين أيضا أن إحنا نتسلح بالأسلحة التي فيها قوة لنا نحن. كيف طيب القوة في هذه المشاعر؟ أنا اليوم لما أكون مسلمة متوازنة في مشاعري، عندي حالة رضا وعندي حالة قبول وحالة تسليم لله رب العالمين وليس للواقع،
وليس للذل وليس للهوان وليس للقهر وليس للحزن، إنما لله سبحانه وتعالى. وأفوض أمري كله لله سبحانه وتعالى. وإذا احتجت شيء أحتاج أسأل الله، ما أسأل الناس. قبل أن أسأل الناس أسأل الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو القادر أن ييسر لي الأشخاص اللي يحققوا لي هذه الأشياء التي أحتاجها في الدنيا. لما أنا أرتبط وألتصق بالله سبحانه وتعالى، معناها أني أنا اليوم حققت هذا المعنى العظيم في معنى السعادة، اللي هي السعادة طويلة الأمد. لأنه أي سعادة في الدنيا هي قصيرة. ليش طيب هي قصيرة؟ لأنه تيجي الهموم والغموم تنكد علينا. تكوني اليوم سعيدة، بكرة يجيكي خبر مثلا يزعلك ولا يحزنك، تبطل تصيري سعيدة. يكون اليوم عندك شيء وبكرة يختفي من يدك هذا الشيء، فتكوني مو سعيدة. لذلك سعادة الدنيا هي سعادة مرهونة بحال أهل الدنيا، يعني اليوم موجود بكرة مو موجود. اليوم أنا سعيدة بكرة ماني سعيدة. لكن فقط المؤمن هو اللي يقدر يشعر بالسعادة وقت طويل من خلال الرضا والتقبل. وهذا الرضا والتقبل الله سبحانه وتعالى هو سببه في إيجاده في قلب المؤمن. فإن أنا أحتاج أفكر مو في سعادتي في الدنيا، إنما أحتاج أني أنا أفكر في سعادتي الأخروية التي بها أدخل الجنة. هذه السعادة الأخروية تتحقق فقط من خلال العمل الصالح والإيمان بالله سبحانه وتعالى. اليوم أنا وإنتي لما نبغى نشعر بالسعادة، ما احنا محتاجين نحن نفكر بطريقة الغرب ولا بطريقة الكفار ولا بطريقة الناس البعيدين عن الله سبحانه وتعالى، ولا من خلال الأمور المادية في الدنيا، ولا من خلال إيش عندي وإيش ما عندي، أو قد إيش عندي رصيد في البنك ولا قد إيش ما عندي، ولا من خلال إنه أنا اليوم متزوجة ولا ماني متزوجة، هل فاتني قطار الزواج ولا ما فاتني قطار الزواج، هل عندي أبناء ولا ما عندي أبناء. أنا وإنتي اليوم بصفتنا مسلمين مو محتاجين نفكر للسعادة من خلال هذه الأشياء، إنما محتاجين نحن نفكر ونركز على السعادة من خلال البحث عنها داخل أنفسنا. أسأل نفسي في داخل قلبي، أنا فيني من الله سبحانه وتعالى؟ فيني من علاقتي بالله؟ فيني من ارتباطي والتصاقي بالله سبحانه وتعالى؟ كل ما أكون أنا ملتصقة بالله سبحانه وتعالى، رب العالمين راح يفتح لي باب للعلم، راح يفتح لي باب للرزق، راح يفتح لي باب للرضا والقبول والتسليم، راح يفتح لي باب للشعور بالقوة والاكتفاء. هذه المشاعر لما تتواجد داخل قلبي، أنا راح أشعرني أنا بالسعادة، راح أشعرني أنا فوق الناس، فوق الناس من خلال المشاعر فقط. معناها أني أنا اليوم راح أنظر للأشياء بطريقة مختلفة تماما عن الناس، راح أنظر للأشياء كلها بطريقة مختلفة. ليش؟ لأني أنا أستمد القوة هذه وهذه النظرة من الله سبحانه وتعالى. فكل شيء صعب أنا لما أشوفه صعب، راح أشوف من خلال الصعوبة فين الخير وفين التوفيق وفين التيسير وفين التبشير اللي الله تكلم عنه. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لما قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، في سورة الشرح ذكر لنا أن كل عسر يأتي معه يسرين. معناها أن أنا لما أكون في حالة رضا وقبول وتسليم راح أقدر أشوف اليسر اللي الله كلمني عنه في سورة طيب أو سورة الشرح. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا بشروا ولا تنفروا، راح أكون بحالة القبول والرضا هذا قادر على أني أنا أشوف اليسر والتبشير. فين البشائر؟ لما نشوف الأمور صعبة وأحد يشتكي لي من شيء، راح أقدر أخليه يشوف فين الخير في الشر هذا الذي هو يظنه شرا. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إيش قال؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. لكن مين اللي يقدر يشوف الخير هذا؟ يقدر يشوف الخير الإنسان المؤمن اللي عايش حالة من التسليم وحالة من القبول وحالة من الرضا عن الله سبحانه وتعالى. في الحديث القدسي فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حالة الرضا هذه هي حالة السعادة في الدنيا، وحالة السعادة اللي في الدنيا راح تؤدي بي بإذن الله تعالى إلى حالة السعادة الدائمة في الآخرة. فأنا وإنتي اليوم نحتاج نحن نعيد النظر في موضوع السعادة. لما اليوم أنا أبغى أكلم أولادي عن السعادة ويكلموني عن السعادة كمطلب في حياتهم، لازم أبدأ أفكر في هذا الأمر من خلال أن أنا مسلمة، بصفتي أنا مسلمة. الله سبحانه وتعالى إيش يقول لي عن هذا الأمر؟ إيش الطريقة والأسلوب اللي لازم أتبعه في حياتي حتى أحصل على هذا الشعور العظيم جدا؟ في النهاية دائما لاحظوا أن المؤمن دائما أمره خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. في كل خير، قال النبي صلى الله عليه وسلم، في كل خير. كيف نحن نعرف الخيرية؟ لما نسأل المؤمن عن حال قلبه. هل حال قلبه مثلا زعلان وغاضب وساخط على الدنيا ومتحسف على كل شيء فيها، ولا يشعر بالهدوء والطمأنينة والراحة؟
هذا هو المؤمن. لما يقول لك أنا اليوم أشعر، أو لما تقول لك واحدة أنا اليوم أشعر بالراحة والهدوء بالرغم من الظروف صعبة، لكن أشعر في طمأنينة في قلبي، كوني متأكدة أن هي تشعر بالراحة والسعادة، وهذا رح تشوفيه منعكس على وجهها. لذلك المؤمن دائما وجهه نور. لما نقول ليش؟ لأنه في حالة راحة، في حالة طمأنينة التي سكبها الله سبحانه وتعالى في قلبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يملأ قلوبنا بالرضا والراحة والطمأنينة والقبول والتسليم بما عنده، حتى نشعر بسعادة الدنيا، وحتى نصل بهذا الشعور العظيم جدا إلى سعادة الآخرة من خلال رضا الله سبحانه وتعالى. حتى موعد لقائنا القادم، أتركك في حفظ الله ورعايته، في أمان الله.